كابتن عبد الله النقبالي مدرب فريق العفيفة. كوتش نرحب فيك اليوم. حياكم الله كابتن. طبعا تجربة احترافية لك، أول تجربة لك مع فريق العفيفة، الحمد لله تكللت بالنجاح، حققت اللقب. كيف توصف شعورك عن هذا اللقب؟ والله الشعور طبعا ما يوصف، هذا تتويج النجاح اللي هو من بعد التعب. الحمد لله رب العالمين، الله رزقنا على قد عملنا اللي عملناه، الله رزقنا. دائما إذا في عمل في نتيجة، والحمد لله رب العالمين. على مستوى استعدادنا كان الحمد لله نقيمه كتقييم مبدئي اللي هو استعدادنا كان مميز. الحمد لله لعبنا 14 مباراة ودية، يعني نسبة الخسارة ما خسرنا ولا مباراة. لعبنا في الدوري نفس الشيء 6 مباريات ما خسرنا. فمن الظلم ان هذا الفريق بهذا الاستعداد بهذه النتائج انه ما يتوج في النهاية ببطولة. افضل دفاع، افضل هجوم، يعني كل ارقام اذا نتكلم بالارقام الفريق الافضل على مستوى مقيس، مع احترامي لجميع الفرق، جميع الفرق كانت ند قوي لنا. والشعور يعني انسان فايز اكيد شعور لا يوصف يعني. شعور جميل الحمد لله رب العالمين، ويستاهلوا فريق العفيفة واهل العفيفة، وان شاء الله نمثلكم في دوري المحافظات اجمل تمثيل. مبروك كابتن، مقبلين على مرحلة ثانية اقوى واصعب على مستوى المحافظات. والله اليوم نفرح، انا خبرت لاعبين، اجتمعنا مع اللاعبين اليوم من اخر مباراة اللي هي مع الكفاح فرحنا، واليوم نفس الشيء نفرح من بكره لابتعاد مرحلة جديدة اللي هي مرحلة المحافظات. ان شاء الله في جدول يعني اعداد ثاني هذه الاستحقاق، وان شاء الله اللي فيه خير بقدم رب العالمين. ان شاء الله كابتن، نتمنى لكم التوفيق في المستقبل والتوفيق لفريق العفيفة جميعا على رأس مدرب فريق العفيفة الكابتن محمود النقبالي. كابتن مبروك هذا الانجاز، وشعورك حول هذا الانجاز؟ الله يبارك فيكم، والشعور طبعا لا يوصف بوجود هذه النخبة من اللاعبين والجماهير المحبين للفريق. وان شاء الله هذه المرحلة الأولى وعديناها، والمرحلة الثانية ان شاء الله في مجمع صحار، فانتظرونا ان شاء الله. نرحب بالكابتن خلفان جابري محترف فريق العفيفة في هذه البطولة. كابتن الف مبروك هذا اللقب. الله يبارك فيك ان شاء الله. شعورك عن الانجاز هذا؟ والله الحمد لله، بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الشباب والاداره والجماهير كلهم على يد واحده، والحمد لله حققنا الانجاز. مبروك كابتن وما قصرت، من لك شوفك. اليوم انت فرحان الفريق ياب المركز الاول؟ والله اليوم فرحان لان الفريق طلع المركز الاول وخذينا الكاس. من الفريق الاول؟ من المركز الاول؟ العفيف بطل نشجع فريقك من الجيش، شعوركم حول هذا؟ شعورنا الحمد لله جميعا بيد الاداره واللاعبين والجمهور، الجميع ما قصر، نشكر الجميع، الوقت طيب مع الجميع مع اللاعبين والاداره، وان شاء الله القادم افضل. ان شاء الله اللاعبين والاداره يعطوا افضل. نشكر جميع الموجود في هذا الحفل. مبروكين. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله. جمهور العفيفه، وهذا اللي يدل على الشباب اللي مستقبل في جمهور العفيفه، ونهني نفسنا جمهورنا، وان شاء الله نبيض الوجه في دور المحافظات. مبروك العفاوي اليوم بطل يشجع فريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلمنا بهذا اللقب من زمان، الحمد لله بمجهود اللاعبين جهاز الاداره الفني قدرنا نحقق هذا الفوز بجهد اللاعبين بجهد الجميع، ونشكر الجمهور على المساندة من قبل الدوره. استعداد الجمهور كان مساند الفريق لهذا اليوم، ما شاء الله احنا فرحه ما توصف. جمهور رايح راد يمشي في المنطقه، صراحه فرحه ما توصف صراحه. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. انتظروا تواجدكم معنا في المرحله الثانيه. والله ان شاء الله احنا مستعدين ان شاء الله من الحين لدور المحافظات، والجمهور مستعد ان شاء الله تعالى مجهزين، وان شاء الله نريد جهد اكبر من اللاعبين، وان شاء الله نحقق فوز دور المحافظات ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. نشكر الفريق على المجهود المبذول، نشكر ثانيا على الجماهير الواقفه معاهم، ونقول الف مبروك الله يبارك فيك، ونتمنى لهم التقدم والافضل ان شاء الله. انا كابتن فريق العفيفه نجم سالم الصواري. العفيفه يتوج باللقب، شعورك؟ الصراحه لا يوصف. ان شاء الله اتمنى نشجع فريقك من المحافظات ان شاء الله، ان شاء الله نجيبها. نجم فريق العفيفه عبد المجيد الحوسني، العفيفه يتوج باللقب، شعورك عن هذا التكريم؟ والله الحمد لله شعور لا يوصف. بارك للجمهور، للاداره، للجهاز الفني، لكل لاعبين متساهلين فريق العفيفه. ان شاء الله نعزز دور المحافظات، ان شاء الله تكون ان شاء الله.
هالشباب وهالناس فرحانه يعني هذا ده بطوله ان شاء الله نوعدهم في المحافظات والقدم كل ما عندنا ان شاء الله. اتمنى لكم صور سليمان متألق وصور فريق العقيل بنين. وصف لنا شعورك حول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا والله الشكر وبارك كل الامه العفاويه في هذا التتويج، وان شاء الله نشوفهم في مستوى المحافظات ويمثلونا بافضل صوره. اتمنى لهم التوفيق في مساله البطوله. توج باللقب، شعورك حول هذا؟ والله شعور ما يوصف ولا شيء. الشباب جهاز الفني الاداري العفيفة بطلا يشجع فريقك بنادي الجيس، كيف تشوف هذه الفرحة؟ وصف لنا شعورك بعد التتويج. اللاعبين على هذا الانجاز. وين خلون